لازم اول دقيقه تروح من غير ما اعمل فيه اي حاجه، لازم. وهلا والله يا الخوت، ورجعنا لكم بفيديو جديد مسلسل جديد يا زميلي، جايين نتحنك عليه. فطبعا ما تنساش اللايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي اللي بتفرح دي، والله بحبها فشخ يا اسطى. انت جرب تعملها، والله انا بفرح باللايكات قوي، يعني الحاجات دي والله بتفرح. انت جرب تعملها هتلاقيني فرحت كده عملت كده مره واحده. جرب تعملها يعني عشان تبقى الدنيا حلوه كده. ويلا بينا نخش في الفيديو. بص يا اسطى، انا جاي اتكلم النهارده عن مسلسل ضرب نار، بس قبل ما نتكلم انا جاي اديك نبذه عن فريق العمل، وده من تاليف ناصر عبد الرحمن. ولو انا مش غلطان كان مؤلف فيلم هي فوضى، وفيلم حين ميسره، وفيلم جنيه الاسماك، وفيلم كف القمر. طبعا المسلسل انت مش محتاج تاكيد، بس انا هقول لك برضه ان بطوله احمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وده تاني عمل ليهم مع بعض، او تقدر تقول تاني مسلسل من بعد المسلسل اللي ملوش كبير. يعني كده زي ما تقول ان حياتهم بقت في الشغل مع بعض وفي البيت مع بعض. يعني انت بقى هيزودوا لنا كتير الفتره اللي جايه. بيشاركهم في البطوله الفنان ماجد المصري، اللي انا بصراحه بحب ادواره، واذا كان في مسلسلات ولا في افلام، لان بصراحه بحس ان الراجل ده بيختار الشخصيه اللي ممكن تستفزك واللي هو ممكن يجسدها اصلا. والفنان ضياء عبد الخالق اللي هو دايما هتلاقيه يا اما شرير يا اما في دار ظابط، ما بيطلعش حاجه في النص، ما بيطلعش ابن عم حد او بيطلع البطل او بيطلع، هو لازم يكون حاجه من الاثنين دول. وبصراحه حلو يعني، انا شايفه في الادوار دي لايقين عليه فعلا. نيجي بقى يا زميلي للمخرج بتاع العمل ده. المخرج بتاع العمل ده اسمه مصطفى فكري، وطبعا من اشهر اعماله نصيبي واسمتك والزوجه 18 ونحب تاني ليه. وطبعا هو اللي مخرج اول عمل لياسمين عبد العزيز واحمد العوضي مع بعض، اللي هو اللي ملوش كبير. عايز تاني ولا ندخل نتحنك على المسلسل؟ عشان انا بصراحه عايز اتحنك على المسلسل. على الله حكايتك يا ست. مبدئيا يا زميلي، بما ان انا ما اتفرجتش غير على 5 حلقات من مسلسل ضرب نار، فانا جاي اقول لك ايه الكلام بقى. مبدئيا دور الصعيدي على احمد العوضي بصراحه عاجبني وحلو، وحاسس انه مجسد الشخصيه حلو، بس مش وهو متضايق. وده الوقت جاي تلمح هناك كيفك من غير ما تقول لي انت شرع، انت مصلح علينا ولا على نفسك ولا حكايتك ما تقول لي. ما انصحكش انك تتفرج على احمد العوضي وهو متضايق وهو بيجسد شخصيه دور صعيدي، لان انت مش هتفهم حاجه. لان انا في اللقطات دي خدت وقت كتير عبال ما استوعبت اصلا اسمع هو بيقول ايه عشان اقدر افهم، عشان انا عدت اللقطه كذا مره. وهو بيتضايق بيقول كلام بسرعه وبيزعق ومش عارف يمسك اللكنه كويس، فاللي هو تحس ان الكلام بيطير منه، يعني اللي هو عارف ان انت بيحاول يمسك يمين وشمال وانت مش هتعرف تفهمه وهو متضايق. ده غير طبعا ام جابر اللي من كل ما تظهر في مشهد لازم تقول حكم ومواعظ. ضرب النار لوغد الحق بلطجة، اللي بيعفر العفار بيجي على راسه، الهد في الجدر واعر. ما يهزمش البطل الا نفسه، تبان قادر لكن جواه عود يخضر. الضامن كذاب واللي مسلم ضامن. من ميتة الهروب بالبعاد، النوم طير حر فرحان بيرفرف في السماء، لا ليه ليل ولا ليه أرض. اللي مكتوب عدى اتحملناه حتى لو كان فراق، لكن اللي جاي مين يتحمله؟ يما ما تصعبهاش علينا، حد على يدي. كل مشهد حرفيا بتظهر فيه ام جابر اللي هي المفروض ام احمد العوضي في المسلسل لازم تقول حكم ومواعظ. انا ما اعرفش ليه، او انا ما اعرفش ليه لازم الام السعوديه تطلع بالطريقه دي، مش فاهم. بس هي حلوه في اوقات وحشه في اوقات تانية. وحشه انك بتكرر كل شويه نفس الحكم والمواعظ، اللي هو كفايه عايز اكمل المسلسل. وحقيقي مش شايف لها لازمه قوي ان الام السعوديه تطلع ذو حكمه. عادي ممكن تطلع ام عاديه اللي هي برضو في نفس مقام الام، مش لازم تطلع ذو حكمه علشان تبقى حاجه كبيره قوي في المسلسل. وبصراحه المسلسل ده عجبني قوي لانه فعلا بيبين لك الصعايده وعاداتهم وتقاليدهم، اللي هو مش مجرد نكت. انا مش مجرد نكته انت بتضحك عليها على القهوه، لا فعلا الصعايده مكان ليه عادات وتقاليد، ويعني ايه كبير عيله، ويعني ايه شيخ البلد، ويعني ايه عمده، ويعني ايه عيله غنيه في الصعيد وهكذا. لكن بصراحه احداث المسلسل حلوه، عشان لو هتبص على البطل الثاني بتاع المسلسل اللي هو ياسمين عبد العزيز في دور مهره، علشان تشوف حياتها يعني بمعنى صح في المسلسل عامله ازاي، مطمع للناس كلها عشان تحسها كده فريسه سهله، عشان هي كبرت اخواتها وما عندهاش قرايب تتسند عليهم وهكذا يعني. لكن بصراحه انا اكتر حاجه مستغرب لها في المسلسل ازاي جابر القادر عرف مهره في اول حلقه وطلب ايدها في ثالث حلقه. يا اسطى انت جبت السرعه دي ازاي؟ يا اسطى انت اسرع من اسرع واحد ممكن يجيب هاتريك في الدوري الانجليزي. تقدر تقول عليها سرعه احداث، او تقدر تقول انهم مش عايزينك تمل بس من المسلسل. وبكده بصراحه انا شايف المسلسل ماشي في اتجاهين، اتجاه جابر في الصعيد والطار اللي المفروض اللي هو اتصدر له بتاع ابن عمه، ده غير حب المهره طبعا اللي ممكن بعد كده ياخدك في الاحداث ويدخله في صراعات مع مستر زيدان صاحب شغلها القديم كخياط. المسلسل فعلا حلو، انا فعلا استمتعت بال5 حلقات اللي اتفرجت عليهم فيه، بس بصراحه حاسس انه سهل التوقع شويه. يعني عندك مثلا المشهد اللي هو ماجد المصري وهو داخل على واحد علشان المفروض هيقتله، انا متوقع من بدايه المشهد اصلا من اول ما شفت العربيه بتجري توقعت ان في حدث كبير هيحصل، مثلا اللي هينزل من العربيه ده هيضربه. انا ما اعرفش اذا كان ماجد المصري ولا لا، ما اعرفش انه مستر زيدان يعني ولا لا، فتوقعت ان في حاجه اكشن هيحصل، لكن ما توقعتش ان هيضربه بالنار. لكن فعلا في حدث زي ما انا توقعت حصل، مش بالظبط ولكن حصل شبهه.
والمشهد التاني توقعته بصراحه كان اخو مهره لما كان بيتخانق تحت البيت وجابر فوق. لما الكاميرا بقى جت على جابر انا عرفت انه ينزل يحوش عنه، وبصراحه حسيت لكن ما توقعتش، حسيت انه ممكن يكون المشهد اللي بيشوف فيه مهره علشان يقدر يعني المخرج يقدمهم لك الاثنين مع بعض، او علشان يعرفهم الاثنين على بعض. معرفش بقى اذا كان هيداوي جرحه ولا هيعمل ايه ولا هيتعرف عليه ازاي، بس ده اللي حسيته يعني من المشهد قبل ما يحصل. وزي ما تقولوا برضه انا طلعت صح بس مش في كل حاجه. انا هنا يا زميلي مش بقللك من عمل مسلسل ضرب نار، بالعكس انا هنا بقول لك ان الاخراج فعلا جامد فشخ لدرجه ان انا قادر اتوقع من كادرات اللي ممكن يحصل. عارف كده في المسلسل ده تحس ان الكادر فعلا بيتكلم. يعني انا توقعت فعلا المشهدين اللي حصلوا دول او الثلاث مشاهد اللي حصلوا دول انا فعلا توقعتهم قبل ما يحصلوا، وده بسبب ان الاخراج فعلا حلو، ده بسبب فعلا انك تحس ان الكادر نفسه بيتكلم. وبصراحه يا زميلي متوقع المسلسل ده الاحداث اللي هتحصل قدام ان مهره هتتجوز جابر، وبما ان مستر زيدان اصلا كان متقدم لمهره بس هي فضلت جابر عنه وهتتجوزه، فده يخلي ان اخت او اخو مهره حد فيهم هيموت يا اما اخوها هيشد مخدرات، وفي البلد حاسس بصراحه ان اخو جابر ممكن يموت. ده توقعاتي بصراحه المسلسل لان المسلسل فعلا حلو. وبس كده يا زميلي، يعني انا كده خلصت تحنيك على المسلسل وقلت لك كمان توقعاتي، بس انت ما خدتش بالك انا قلت اتوقع معاك في فيديو علشان تكون شاهد على توقعي يعني. فبس يا اسطى يعني احنا كده خلصنا الفيديو، فما تنساش تعمل لايك يعني سبسكرايب، الحاجات الحلوه دي اللي بتفرح دي والله بحبها فشخ، جرب بس تعملها. بحبك يا اسطى، سلام.